بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة نشوى ياقوت، استشاري التغذية العلاجية. هنتكلم النهاردة في موضوع جديد، الديسليبيديميا أو ارتفاع معدل الدهون في الدم والهاي كوليسترول ليفل. الكوليسترول زي ما كلنا عارفين هو مادة دهنية شمعية أساسية في تكوين أغشية الخلايا في الكائن الحي، له دور أساسي جدا في التمثيل الغذائي. الكوليسترول بيتحرك في الدم مربوط مع البروتين، وعلشان كده بيتسمى البروتين الدهني. هو منه نوعين، نوع ضار ونوع طيب ومفيد. النوع المفيد هو الكوليسترول المرتفع الكثافة الدهنية واللي هو الهاي كوليسترول ليفل، وده موجود في الجسم بنسبة 40 ملي جرام بر ديسيليتر، يعني كمية قليلة. النوع الضار اللي مش بنحب نسبته تعلى قوي هو موجود في الدم باسم البروتين منخفض الكثافة اللو دنسيتي كوليسترول ليفل، وده موجود في الدم بنسبة 100 ملي جرام بر ديسيليتر. المشكلة في النوع الضار انه بيتحرك الجزيئات دي في الدم وبتلتصق بجدار الشرايين والأوردة، وبالتالي بتعمل لي اللي كلنا عارفينه تصلب الشرايين. عادة احنا بنعرف النسب دي من تحليل الدهون، وده تحليل بنعمله مع أول حالات بنبدأ فيها لما بيجي لنا مريض بيعاني من السمنة، علشان نعرف نسبة الدهون المفيدة قد ايه، ونسبة الدهون الضارة قد ايه، ونسبة الدهون الثلاثية قد ايه. أتمنى لكم نعيش بصحة وسعادة. كان معاكم دكتورة نشوى ياقوت، استشاري التغذية العلاجية، ودمتم سالمين.